صباح الخير او مساء الخير على حسب الميعاد اللي بتشوفوني فيه. سنة اولى. مش هقول وحشتوني عشان لسه انتوا ما تعرفونيش. تمام. بس طبعا اهلا بيكم معانا السنة دي. باذن الله تكون سنة لطيفة. اكيد اول مرة تشوفني. انا عارفة ان انت خارج من ابتدائي لسه بتبدأ تتعرف على المدرسين، وللاسف انا ما كنتش بدي ابتدائي. ولكن باذن الله هبقى معاك خطوه بخطوه من اولى اعدادي بقى الى بقى ايه يعني باذن الله ثانوي كده. فناخد على بعض. هقول لك السيستم بتاعنا هيمشي ازاي. هقول لك انت المفروض تعمل ايه بالذات في ماده العلوم. طب ليه؟ انت في ابتدائي كنت بجد بتاخد حاجات بسيطه قوي او حاجات كده. دخلت اولى اعدادي بصراحه المنهج بتاع الترم الاول شويه معلومات بتكون تقيله في الاول، ولكن بجد هي سلاحك الوحيد للسنين اللي جايه. فانا مش عايزاك تقلق، مش عايزاكوا تخافوا. انا معاكوا هنمشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. بص هعلمك من تحت الصفر، يعني هعلمك العلوم دي ايه هي، يعني ايه علوم اصلا. فانا مش عايزاك تقلق من اي حاجه، وعايزاك تطمن. انا مستحيل اسيبك في نص الطريق، ومستحيل اتاخر عليك في ميعاد حصه. وباذن الله هنزل لكم كلكم اولى تانية تالتة جدول بالحصص، بالذات سنه اولى وسنه تانية. لاني سنه اولى عشان الناس اللي سالتني، سنه اولى ملهاش منصه. سنه اولى الشرح بالكامل مجانا على اليوتيوب. شرح بس لا، هنحل الواجب، هنحل التقييمات، كمان هنراجع مراجعات شهر، وهنحل اهم الاسئله والليالي امتحان، وعبيله واديله بلاش اوجع دماغك. تمام. طيب تاني حاجه، انا بشرح من الكتاب بتاعي. تمام يا ميس انا عايزه. طيب انت ممكن يا اما تجيب كتابي يا اما تجيب كتاب الامتحان، شوف ايه الافضل بالنسبه لك. ولكن انا لو منك هجيب مش خالص، هجيب الكتاب اللي انا متابع معاه مع اي مستر بتاعه، اذا كان كتب او ملازم او اي حاجه، علشان طريقه الشرح بتاعتي تبقى واحده، طريقه مذاكرتي واحده، ما يبقاش عندي كذا مصدر. تمام. عشان انت لسه طالع من ابتدائي، فانا مش عايزه اخليك تدخل في كذا مصدر دماغك تتشتت. وما تقلقش، انت قبل الامتحان اطمن بجد. الامتحان يعتبر هتبقى عديت على اسئلته 30 مره قبل كده. تمام. فانا مش عايزاك تقلق من اي حاجه. ف النظام هيمشي ازاي؟ هننزل حصه كل اسبوع. لو الدرس كبير فبنقسمه على مرتين زي درس النهارده. طيب الدرس مش كبير بناخده على مره واحده. طيب برجع لك مراجعه شهر. تمام. بيبقى عندك في المدرسه امتحان شهر، براجع لك مراجعه شهر. طيب بعد ما بخلص الوحده براجع لك مراجعه وحده. طيب بينزل عندك في كتاب المدرسه تقييمات اسبوعيه وتقييمات شهريه. يا اما بجمع لك كل التقييمات الاسبوعيه في يوم، يا اما هحاول انزل لك كل تقييم اسبوعي لوحده، بحيث تروح المدرسه تقفل درجه التقييم بتاعتك. طيب يبقى احنا كده قلنا ان احنا هنشرح اولى اعدادي كلها على اليوتيوب. طيب الناس اللي من الجيزه او من القاهره، هقول لك الاماكن السنتر ممكن تسالني على السنوات اللي هبقى فيها سنه اولى وسنه ثانيه، علشان غالبا هم سنترين باين. فابعت لي على الرقم اللي موجود عندك على الملزمه، او هتلاقي باذن الله. اعمل فولو البيج الفيسبوك وقناه الواتساب، بينزل عليها كل الاماكن بالمواعيد، مواعيد الحصص الاونلاين ومواعيد حصص السنتر. طيب موجودين في القاهره وفي الجيزه. طيب كده انا جاوبت على كل الاسئله غالبا اللي في دماغكم اتوقع. طيب ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني. طيب يا ميس سؤال وقف قدامي. بتبعت لي برضو يا اما مسج على الواتساب على الرقم اللي على الملزمه، او بتبعت لي مسج على بيج الفيسبوك وانا هرد عليك بنفسي. طيب ما بنتصلش، بنبعت مسج. تمام. حلو قوي. ايه تاني؟ بس اي استفسار بقى على نفس الرقم اللي على الملزمه او بيج الفيسبوك.
وبس كده، مفيش اي حاجه تانية. الدنيا ابسط مما انت تتخيل، ابسط من ابسط حاجه. يا باشا عايز تاخد معايا وعايز تاخد مع مدرس المدرسه، خد. لكن انا بقولك باذن الله انا معاك من دلوقتي، من قبل الدراسه ما تخش لحد باب اللجنه. تمام؟ فاطمن واهدى ونسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه اصلا ايه هي العلوم؟ عندي كام فرع في العلوم؟ احنا عندنا في العلوم 4 فروع. عندنا فرع الكيمياء، تمام، عندنا فرع فيزياء حلو قوي، عندنا فرع احياء جميل، عندنا فرع جيولوجيا. احب اقول لك انت هتعدي عليهم كلهم في سنه اولى، واول حاجه هنبدا بيها النهارده هي فرع الكيمياء. طيب كيمياء، يا لهوي يا ميس، ده انا اسمع انها صعبه قوي. ولا صعبه ولا حاجه، اتقل بس اتقل. انت بس لسه ورور، مش عارف يعني، مش عارف حلاوه الكيمياء. لكن الكيمياء دي لما تفهمها كويس وتتاسس فيها صح تبقى مزاج. تبقى ايه؟ مزاج. واتمنى تبقوا اتفرجتوا على الكورس التاسيسي بتاع الكيمياء، لانه انتوا اكتر ناس هتستفادوا منه. طيب اول حاجه ملزمتنا الاموره العسوله، إشي الوان على إشي رسومات كده لايقه بيك، لايقه بيك والله العظيم. اول حاجه ايه هي الماده؟ يعني ايه ماده؟ احب اقول لك اي حاجه حواليك ماده. الموبايل اللي انت بتشوفني منه ماده، البورد اللي انا بشرح عليها ماده، القلم ده ماده، جسمي ماده. طيب يعني ايه ماده بقى؟ بيقول لي هو اي حاجه تشغل حيز من الفراغ ولها ايه؟ كتله، ولها ايه؟ كتله. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي الماده كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. انا دلوقتي واقفه هنا عامله ايه؟ انا واخده مكان، انا واخده حيز من الفراغ، انا واخده الجزء ده كله، فانا كده ايه؟ ماده. لو رحت اقيس كتلتي هيطلع لي كتله وهيطلع لي حجم، اللي هي حجم وكتله وبشغل حيز من الفراغ، والقلم ده بيشغل الحيز ده من الفراغ. فاي حاجه بتشغل حيز من الفراغ ولها كتله وحجم فهي ماده. طيب سين سؤال جيم جواب. عايزه اسالك على حاجه، الهواء اللي حوالينا ده ماده؟ ميس الهواء ماده. الهواء ايه؟ ماده. هو بيشغل حيز من الفراغ، معبي علينا الاوضه. طيب جميل قوي، يبقى انا عرفت ان الهواء برضه هو كمان ماده. اي حاجه ماده. طيب صوتي اللي انا بكلمك بيه واللي انت بدات تزعق بيه بقى، صوتك ده ماده ولا مش ماده؟ ماده ولا مش ماده؟ ماده ولا مش ماده؟ هقول لك صوتك ده مش ماده. هو مش بيشغل حيز من الفراغ ولا ليه كتله ولا ليه حجم، هو موجات. هو ايه؟ موجات. صوتي موجات وليست ماده. سؤال مهم جدا ويجي في الامتحان. يبقى انا عندي الهواء ماده، الصوت ليس ماده. انا عايزه اكتبها لك. ممكن بقى لو انت بتذاكر من نفس الملزمه هتكتب كده جنبها، بتذاكر في ورقه اكتب كده. تعالى ملناش دعوه، دي حاجات سنه ثالثه ملناش دعوه بيها. انا عندي الهواء ماله؟ قلنا ايه؟ جميل. والصوت قلنا ايه؟ قلت ان الهواء بتاعي ماده، وقلت ان الصوت بتاعي ليس ماده وهو موجات. انا مش هدخلك في تفاصيل الموجات خالص. المهم انك تعرف ان الصوت ده مش ماده. لما يجي يجيب لك سؤال صح وغلط، الصوت يعتبر ماده، قول له غلط ميس سماسيم وقالت لي مش ماده. طيب ايوه انا دلع ميس سماسيم، هم طلعوا عليا والله السنه اللي فاتت مش انا. طيب يبقى انا هنا بيقول لي ايه؟ كل الاشياء اللي موجوده حوالينا بسميها ايه؟ ماده. وكمان انا عندي الماده، تعالى مثلا القلم ده هاجي اكسره هيتكون الى حته اقلام صغيره بقى، صغيره. هكسر الحاجات الصغيره دي تتكون حاجات تانية. تعالى نشوف. انا عندي بسم الله الماده مالها؟ الماده بتتكون من جزيئات.
والجزيئات تتكون من حاجة اسمها ذرات. طيب انا بمشي من الكبير للصغير، انا بتعامل معاك اللي انت مش عارف يعني ايه علوم. تمام. مادة، المادة اتقسمت لحتت اصغر فبقت جزيئات، الجزيئات اتقسمت لحتت اصغر فبقت ذرات. يبقى كده انا عندي ايه؟ اصغر وحدة بناء للمادة هي الذرة. دي اصغر وحدة، اصغر وحدة هي وحدة بناء الايه؟ المادة. هي وحدة بناء الايه؟ المادة. طيب هل الجزيئات دي يا ميس بقدر اشوفها بعينيا؟ بقدر اشوفها بعينيا ساعات. طب الذرات بقدر اشوفها بعينيا؟ مستحيل اشوفها بعينيا، صعب جدا لانها بتبقى صغيرة جدا جدا جدا. طيب يبقى انا عرفت ان المادة كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ واي حاجة حوالينا ما عدا الصوت. وعرفت كمان ان المادة دي اكبر حاجة، ولما باجي اكسرها بتكون جزيئات، والجزيئات تديني ذرات. سؤال، انا دلوقتي الذرات بتاعتي دي بتحمل خواص المادة؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقول لك. انا دلوقتي قبل ما انزل ماشي رشيت برفيوم، حلو. البرفيوم ده ايه؟ هو مادة، تمام. رشيته وبدأت امشي في الشقة. طيب دلوقتي جزيئات البرفيوم بتاعتي بتبدأ انها تتطاير، صح كده؟ هل الجزيئات دي وانا ماشية، او لما مثلا انا دلوقتي من البيت جيت هنا، نزلت ركبت مواصلات وجيت هنا الاستوديو، هل ريحة البرفيوم هتتغير؟ لا. هل الجزيء بتاعها هيتغير؟ لا، ريحته هو. عندي الجزيئات تحمل نفس خواص المادة، الجزيئات تحمل نفس خواص المادة. سؤال اسهل، دلوقتي انا عندي تلج ومي، تلج ومي، هل التلج لما يفك ويبقى ميه هيبقى حاجه غير جزء الميه؟ لا. هل مثلا الميه هتبقى حاجه؟ لا، مش هتبقى حاجه غير الميه خالص. يبقى انا عندي الجزيئات تحمل نفس خواص الماده. طيب الجزيئات ممكن الاقيها قاعده لوحدها، قاعده كده، توجد في حاله انفراد، قاعده لوحدها. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان الماده بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات، واني قلت ان الجزيئات بتاعتي مالها؟ تحمل نفس خواص المادة. طيب تعالوا نكتبها كده سوا. تحمل نفس خواص الايه؟ المادة. عسل قوي. وممكن انها تقعد لوحدها الون، حزينة، عادي جدا تقعد في حالة انفراد، واحدة بتحب الروقان. ممكن اشوف الجزيئات دي في حالة ايه؟ انفراد، عادي، عادي جدا. هي وليا رايقة كده تقعد بالشاي بلبن بتاعها والدنيا تولع بره، تقعد في حالة ايه؟ انفراد. انما اجي للذرة ولا بشوفها بعينيا، ولا مستحيل تقعد كده في مكانها ثابتة، مش موجودة في حالة انفراد. الذرة تجري تخش في تفاعل كيميائي رغم انها صغير ولكن حي، صغيرة جدا ولكن قردة، ولكن ايه؟ قردة. يبقى انا عندي الذرة دي مش بشوفها بعينيا، لا ترى بالعين المجردة. يعني ايه بالعين المجردة؟ عشان هتقابلوا الكلمة دي كتير. يعني بعينيا دي بشوفها تحت الميكروسكوب ممكن عادي. طيب مالها؟ لا توجد في حالة انفراد، فراقة، لازم ترتبط، لازم تصاحب، لازم تقعد كده مع صاحبتها ويقعدوا ايه؟ ينزلوا يناموها في الناس، يقعدوا لوك 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 لوك. تمام؟ يبقى هنا الذرات لا توجد في حالة انفراد. انا اصلا يا ميسي انا مش عارف يعني ايه ذرات اصلا. هنعرف، انت مستعجل على ايه؟ هتعرف. اتقل اتقل، ده انت عليك، ده انت عندك الذره قد كده، استنى اتقل. يبقى انا عرفت ماده كون من جزيئات، كون من ذرات. الذرات هي وحده بناء الماده، الذره هي اصغر اي حاجه في الدنيا. طيب مالها؟ مش بشوفها بعينيا ومستحيل الاقيها في حاله انفراد، فراقه، على عكس الايه؟ الجزيئات. نرجع لدرسنا الجميل. طيب هنا قال لك، جاب لك مثال، عمك ابو الهول رأس ايه؟ رأس رجل وجسم اسد، تمام. وعمك ابو الهول ده جينا نكسره لجزيئات، لقينا ان هو بيتكون من حاجه اسمها صخر الحجر الجيري. بيتكون من صخر الحجر الجيري.
جينا نشوف جوه صخر الحجر الجيري ده، لقيناه بيتكون من كربونات الكالسيوم. تعال اقول لك رمز كربونات الكالسيوم ده اسمه Ca، ده الكالسيوم. كربونات سي يو Ca CO3. CO3 دي اسمها مجموعة الكربونات، مجموعة الكربونات. طيب يبقى أنا عندي أبو الهول، تمام، بيتكون من صخر الحجر الجيري. صخر الحجر الجيري بيتكون من الكالسيوم. طيب يبقى أنا عندي ده أبو الهول، ده المادة بتاعتي دي جزيئات أبو الهول اللي هي الكالسيوم والكربون والأكسجين وعبله والدي. جيت هنا بقى للجزيء بتاعي، الجزيء اللي هو كان صخر الحجر الجيري. طب ذراته مادة كربونات الكالسيوم. طيب الذرة، نخش على الذرة وهي جوكر الوحدة الأولى. طيب هناخد من أول ما الذرة اتولدت لحد ما الذرة كبرت وبقت تدخل في التفاعلات الكيميائية، ولذلك هتاخد كمية معلومات دسمة النهاردة لازم تذاكرها كده مسطرة، تمام؟ ولذلك مش هديلك الدرس الأول كله. الذرة هي وحدة بناء وتركيب جميع المواد، هي أصغر حاجة. وهي إيه؟ أصغر حاجة. طيب بنية الذرة، مين اكتشف الذرة؟ عرفنا الذرة إزاي؟ طيب قال لي إني كان عندي شوية فلاسفة. الفلاسفة دول كده ناس بتقعد إيه؟ تفتي، مع احترامي لكل الإيه؟ الفلاسفة بيقعدوا يفتوا، تمام؟ بيتفلسف من الآخر. يعني لما تلاقي حد قاعد بيفتي ويرغي تقول له يا عم أنت تتفلسف. هي دي الفلاسفة. قال لي ان الفلاسفه اليونانيون في العصور اللي هو من زمان، يعني في العصور القديمه، قال لي ان الماده بتاعتي بتتكون من اجزاء صغيره غير قابله للتجزؤ، اطلق عليها اسم الذرات. طب هما صح ولا غلط؟ صح. ما هي الذرات اصغر حاجه، هجزأها يعني هكسرها اصغر من كده، ايه هروح فين؟ طيب يبقى اول حاجه مين اعتقد او مين عرف اكتشف بنيه الذره؟ الايه؟ الفلاسفه اليونانيون. اول ناس اكتشفوا الذره وقالوا لك انها بتتكون من حاجات صغيره قوي مش بقدر اجزأها اكتر من كده، اسمها الذرات، ولكن ما جابوش سيره الجزيئات. طيب جينا في اوائل القرن ال19، تمام، جه عالم اسمه عمك دالتون، وليس مولتن. عمك ايه؟ دالتون، مش مولتن كيك، دالتون. عمل ايه؟ عمل اول نظريه ايه؟ علميه. يعني ايه نظريه علميه؟ يعني بحث ولاحظ واستنتج. نظريه علميه، عمك دالتون قعد يبحث وبعدين قعد يلاحظ وبعدين ايه؟ اداني شويه استنتاجات، ولذلك عمل ايه؟ اول نظريه علميه. سؤال في الامتحان، اول من وضع نظريه علميه للذره عمك دالتون. طيب اوضح فيها عدم قابليتها للايه؟ للانقسام. قال لك ان الذره دي ما بتنقسمش. طيب بعدين جه بعديه بشويه عمك رذرفورد في 1909، اول نموذج للذره على اساس تجريبي. يعني ايه؟ جرب، عمل بايديه، عمل لي نموذج للذره. يبقى اول واحد عمل نظريه كان عمك دالتون، عمل نموذج عمك رذرفورد. تمام؟ تمام. بيقول لي خد بالك، لو مثلنا ان حجم الذره بحجم ملعب، تمام، فان حجم النواه يمثل حجم ايه؟ راس الدبوس في منتصف الايه؟ الملعب. فكك من الحوار ده، انا هقول لك يعني ايه الكلام ده. عمك رذرفورد هو عالم نيوزيلندي، مش مهم تعرف هو منين، عادي، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء. طبعا ده أول من عمل نموذج تجريبي للذرة. طيب وقد كرمته نيوزيلندا بوضع صورته على أكبر عملاتها تقديرا لمجهوده في اكتشاف بنية الذرة. والله مشكور، الله يرحمك ويبقى بالشتومة تحت راسك. طيب جه عندنا عالم تاني اسمه ديموكراتيس أو ديموكراتس، اللي أنت تقوله صح. طيب هو برضو ايه؟ فيلسوف يوناني. قال ان الماده بتتكون من اجزاء صغيره جدا غير قابله للتجزئه اسمها الذرات. يا عم ما انت قلت ايه؟ ما الفلاسفه اليونانيين قالوها من زمان، انت لسه فاكر؟ طيب ماشي. عمك مين بقى جه؟ عمك تومسون جه. مش بنقول جوزيف جون تومسون، هو عمك تومسون جه. عمل ايه؟ هو عالم بريطاني، اكتشف وجود الالكترونات اللي بتدور حول الذره، وده الكينج بتاعنا. اكتشف وجود الالكترون واقترح ان الذره عباره عن كره موجبه
بتتوزع بداخلها الكترونات سالبه. انا كده خدت كام عالم يا يوسف؟ انت خدت كتير. اول حاجه خدنا فلاسفه اليونان اعتقدوا ان الماده بتتكون من ذرات، وان الذرات دي مش بقدر انها تنقسم. بعدين جه عمك دالتون عمل اول نظريه علميه، بعدين جه عمك رازرفورد عمل لك اول تجربه علميه، بعدين جه عمك مين؟ ديموكراتس قال لك برضو ان الماده بتتجزأ لاجزاء صغيره ما بتقبلش للتجزئه. بعدين عمك تومسون ده جه عمل قال ان في الكترونات جوه النواه، وقال ان النواه موجبه وفيها الكترونات سالبه. تمام. عمك جيمس تشادويك قال لك مكتشف النيوترون. انا لما هاخد دلوقتي ذره هعرف ان جواها 3 حاجات مهم جدا. مين اكتشف الالكترون؟ تومسون. مين اكتشف النيوترون؟ تشادويك. مين اكتشف البروتون؟ تشادويك. يبقى تاني الكترون تومسون، طيب نيوترون تشادويك. طيب نيجي بقى لتركيب الذره، وده اهم حاجه. العلماء دول كلهم هتحفظوهم بصمج، تمام، ولكن هم سهلين احنا قلناه. بص بقى، انا عندي دي الذره، تمام، ادي هنا كده اهي الذره بتاعتي اهي، تمام، اللي هو اللي انا عملت لك عليها بالاحمر. طيب انا الذره بتاعتي جواها حاجتين. مش انت من دقيقه قلتي جواها 3 حاجات. بالراحه بقى. انا عندي الذره بتاعتي جواها حاجتين. اول حاجه بلاقي حاجات جواها موجبه، حلو، وكمان بلاقي حاجات جواها كده. تعالى بص، تعالى ادي الذره يا عم، اكبر من كده ما هلاقي موجب 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 موجب. طيب هاجي تاني هلاقي موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب. تمام، موجب سالب اديله، كل ما تعطل اديها موجب سالب. طيب تعالى بقى، يا رب اعرف ارسمها على الوايت بورد عادي. وهنعمل هنعمل كده. طب ده اسمه يا ميس؟ اسمه الكترون. اسمه الكترونات. اسمها الكترونات. وهعبله واديله الكترونات. تمام، تعالى هاخد الكترون كمان اهو. طيب عندي كده موجبه وعندي سالب متعادله. طيب انا لما الاقي موجب وسالب مع بعض يا سنه اولى بقول ان الشحنه بتاعتي متعادله، الموجب بيعادل السالب. طيب هو بقى مين الموجب ده يا ميس؟ انا عندي انا كاتبه الموجب اهو بالاحمر. تعالى، الموجب ده اسمه اسمه بروتون. تمام. الموجب والسالب ده، معلش انا عايزه اكتبهم بنفس اللون. الموجب والسالب ده يا قلب الميس اسمهم موجب وسالب دول اسمهم اسمهم نيترون. استنى، نيترون. طيب والالكترونات بتاعتي دي مالها؟ الالكترونات لو تلاحظ هي مش جوه الذره، هي بتلف حوالين الذره، تدور حول الذره. انا عندي الالكترونات بتاعتي دي مالها؟ شحنتها انا عايزه اكتبها لك هنا كده. الالكترونات شحنتها يا سالبه الشحنه، الالكترونات شحنتها سالبه الشحنه. يبقى كده باختصار احنا عرفنا ان الذره بتاعتنا جواها بروتونات ونيترونات. طيب انا عايزه اكتب حاجه بس بسيطه قوي. عندي داخل الذره عندي بروتونات، وكمان عندي حاجه اسمها نيترونات. طيب ده بقول داخل الذره،
تمام. هنا بقى حول ايه؟ السبوره اللي حولت مش ما كتبتش حول خالص. طيب حول الذره، ايه اللي بيحصل عندي؟ تدور الالكترونات. يبقى انا عندي جوه حاجتين وبره حاجه ايه؟ واحده. يبقى لما يجي يقول لك ان الالكترونات داخل الذره، قول له ايه؟ انت ما بتفهمش حاجه. الالكترونات بتدور حول الذره في 7 مستويات طاقه هنقولهم حالا. يبقى الذره بتاعتنا بروتونات، نيوترونات، الكترونات. طيب تعالى بقى نشوف. عندي البروتونات، قلت ان البروتونات بتاعتي موجبه الشحنه. كمان عندي نيوترونات متعادله الشحنه. طيب البروتونات رمزها ايه؟ رمزها بي، رمزها بي، رمزها بي. نيوترونات رمزها ان، رمزها ان وهي متعادله الشحنه. طب الالكترونات رمزها اي، رمزها اي، اي سالب، اي سالب. طيب قال لي ان النواه هي حيز صغير جدا يوجد في مركز الذره. طيب يحتوي على نوعين من الجسيمات هما البروتونات والنيترونات. حلو. وقلت ان الالكترونات هي بتدور حول الذره. ماشي. يبقى انا دلوقتي انا عندي النواه بتاعتي جواها حاجتين، بروتونات نيترونات، بيدور حولها الكترونات. هنا بيقول لي خلي بالك البروتونات والنيترونات والالكترونات جسيمات دون ذريه، جسيمات دون ذريه يعني مش ذره. طيب عندي النواه. تعالى نسال نفسنا سؤال. عايز اسالك سؤال بقى مهم قوي. النواه بتاعتي دي موجبه الشحنه ولا سالبه الشحنه؟ يا ميس ما فيها الاتنين. سالبه يعني؟ الله اعلم. موجبه؟ معرفش والله. طيب تفتكر ايه؟ تعالى كده بصي معايا. انا مثلا عندي الرسمه اهي، انا عندي متعادل الشحنه وعندي موجب الشحنه. يبقى تفتكر ايه الشحنه الاكتر في النواه؟ الموجب. تيجي نشوف. عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 موجب. هلاقي نصهم سالب، هلاقي نصهم ايه؟ سالب. يبقى انا عندي ايه اللي اكتر جوه النواه؟ الشحنه الموجبه. لذلك النواه شحنتها موجبه، لذلك النواه شحنتها موجبه. طيب هنا بيقول لي ان النواه موجبه الشحنه. ليه؟ لانها تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه ونيترونات متعادله الشحنه، فبالتالي الموجب بتاعتي بيبقى نسبته اعلى من السالب. طيب هنا بيقول لي الجسيم اللي هو البروتون والنيترون والالكترون. قلنا رمز البروتون بي، رمز النيترون ان، رمز الالكترون اي. طيب الشحنه الكهربيه. طيب انا دلوقتي قلت لك ان البروتون شحنته موجب، صح كده؟ هكتب موجب واحد، هكتب موجب واحد. النيترون قلت لك شحنته متعادله، يعني موجب واحد زائد سالب واحد هيديني ايه؟ صفر. يبقى الشحنه الكهربيه بتاعته بصفر. طيب الالكترون سالب بيساوي سالب واحد، بيساوي سالب واحد. هنا الكتله بتتقاس بحاجه اسمها ايه؟ اليو. اي احسب يو، بلاش اقول لك الكلمه كبيره قوي قوي، فهنقول ايه؟ واحد يو، واحد يو. ده الايه؟ النيترون بتاعي. طب البروتون بتاعي برضو واحد يو. الالكترون حجمه صغير جدا جدا جدا، فبقول عليه 1 على 1836 يو. ايوه تمام. تمام. حفظ مهم حفظ يا قلبي، حفظ. طيب هنا بيقول لي علل. ترتكز كتلة الذرة في النواة. طبيعي، ما هي جواها كل الجسيمات دي، جواها كل الشحنات دي، فطبيعي ترتكز ايه؟ الكتلة بتاعت كتلة الذرة في النواة. لان كتلة الالكترونات بتاعتي خفيفة قوي بره، فايه اللي هيتقلها جوه؟ اذا ما يقولون بكتلة من البروتونات او النيترونات داخل النواة. انا قلت لك ان الالكترون ده حجمه ضئيل قوي قوي قوي، انما ايه اللي تقيل شويه؟ البروتون والايه؟ والنيترون. طيب هنا بيقول لي شحنه البروتون بتساوي شحنه الالكترون. شحنه البروتون يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي ان البروتون بتاعي كان موجب واحد والالكترون بتاعي سالب واحد، متساويين في المقدار ومختلفين في الاشاره. متساويين في المقدار ومختلفين في الايه؟ في الاشاره. طيب
تقدر كتل المكونات دون الذريه بوحده الكتله الذريه يو. بوحده الكتله الذريه ايه؟ يو، اللي هي يونت. طيب تهمل كتله الالكترونات عند حساب كتله الذره. ليه؟ لانها خفيفه قوي قوي قوي. مهمين قوي، هيجولك اسئله. يعني ايه هيجولك اسئله ازاي؟ هيقول لي ان شحنه البروتون بتساوي نقط، هي ايه؟ نفس مقدار الالكترون ولكن مختلف في الاشاره. مختلف في الايه؟ في الاشاره، واحد موجب واحد سالب. طيب هنا عندي كتل المكونات الذريه بقدرها بوحده اليونت اليو. طيب الالكترونات مش بحسبها معايا. ليه؟ لان كتلتها ضئيله جدا جدا، ولكن عليك حفظ الايه؟ الرقم بتاعها ده، عليك حفظ وزنها الجميل ده. طيب هو مش انا قلت لك ان انا عندي النواه بتاعتي بيدور حولها الكترونات؟ ايوه، الالكترونات دي ليها مدارات بتدور فيها، مش سايبه. هي مش عايمه كده، مش سداح مدايح، لا، هي ليها اماكن محدده بتدور ايه فيها، اسمها مستويات الطاقه. اسمها ايه؟ مستويات الطاقه. طيب ايه هي بقى مستويات الطاقه دي؟ مناطق وهميه بتدور فيها الالكترونات حول النواه حسب ايه؟ حسب طاقتها. حسب طاقتها. طيب هنا بيقول لي تدور الالكترونات حسب طاقتها حول النواه في 7 مستويات رئيسيه للطاقه. طيب ايه هما بقى ال7 مستويات؟ يبقى انا دلوقتي الالكترون بتدور في مستويات طاقه عددهم 7. طيب هما بحروف لازم نحفظهم. اول مستوى كي ال ام ان او بي كيو. تاني كي ال ام ان او بي كيو. تعالى بقى، تعالى بقى هقول لك دي بتترسم ازاي او بيبقوا ازاي. هما بيبقوا 7 مستويات. طيب بيبقوا كده، ادي الكي بتاعي، ادي ال ادي كي ال ام، ادي الان. دي مش ان، دي مش ان، الله يعيب عليا. كي ال ام ام او بي. يا ميس انت ليه بتضيقي المسافات في الاخر؟ كل لما ببعد كل لما ايه المسافات بينهم بتقل، كل لما بيقربوا من بعض. يبقى انا عندي كام مستوى؟ 7. كي ال ام ان او بي كيو. تمام؟ تمام. انا عندي بقى ان كل مستوى طاقه بيشيل عدد معين من الالكترونات. احب اقول لك ان هم كلهم بيقلدوا بعض ما عدا واحد كرياتيف كده، اللي هو عمك الكتاب، اللي هو اول مستوى طاقه. ده بيشيل كام؟ البيت بتاعه بس هو بيشيل 2. بيت صغير على قده محدد، ماشي؟ طيب انما الباقي كله بيشيل ايه؟ 8 الكترونات. الباقي كله بيشيل ايه؟ 8 الكترونات. بيشيل ايه؟ 8 الكترونات. طيب الكلام ده هيفيدني في ايه يا ميس؟ علشان لما اجي اوزع عناصر هتعرف. يبقى انا دلوقتي عندي النواه بيدور حواليها الكترونات في 7 مستويات طاقه. كل مستوى طاقه بيشيل 8 الكترونات ما عدا مستوى كي بيشيل الكترونين فقط. اتمنى تبقى فاهم ومجمع معايا. هنا بيقول لك رمز المستوى ورقم المستوى. رقم المستوى ده اللي هو ان، اللي هو مش اللي هو عدد الالكترونات. يعني الكده اول مستوى، ال تاني مستوى، الام تالت مستوى، الان رابع مستوى، الاو خامس مستوى، البي سادس مستوى، الكيو سابع مستوى. ما ينفعش مستوى ياخد مكان مستوى، كلهم اماكنهم واحده. طيب هنا بقى بيجي يقول لك من الاخر طاقة بعض المستويات اللي بتدور فيها الإلكترونات حول النواة. تعالى ما أقول لك. هنا بيقول لي عدد الإلكترونات اللازمة لتشبع مستويات الطاقة ال4 الأولى. قلت لك أول مستوى بياخد 2، تاني مستوى بياخد 8 8 8 وهكذا للآخر إيه؟ 8. تعالى كده نشوف. أدي أول مستوى فيه إيه؟ 1 2. أدي الإلكترونين. طب تاني مستوى 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 مستوى 8 إلكترونات. طيب نطلع فوق تاني شوية، نطلع هيشيل أكتر. تعال نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بس انتي قلتي لي يا ميس
8 بس. 16 دول جم منين بقى؟ تعالى بقى نخش على القانون بتاعنا والشغل بتاعنا. تعالى هنا بقى بيقول لي يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد من مستويات الطاقة الفرعية تدور فيها الإلكترونات بأشكال مختلفة. يعني أنا عندي كل مستوى طاقة رئيسي جواه مستويات إيه؟ فرعية. جواه إيه؟ مستويات فرعية. كل مستوى طاقة من المستويات الأربعة الأولى يتشبع بعدد معين من الإلكترونات، وما زاد عن العدد المحدد يشغل مستوى الطاقة الإيه؟ اللي بعده. طيب ده بحدده إزاي؟ عندي القانون بتاعي بيساوي 2 N over 2 أو أس 2. يعني إيه الكلام ده؟ ده قانون. تعالى كده نشوف المستوى التاني بتاعي. 2 في 2 ب4، 4 أس 2 ب8. تمام. لو جيت طبقته على أي مستوى عندي هلاقيه إن هو بيشيل العدد ده من الإيه؟ من الإلكترونات. بيشيل العدد ده من الإيه؟ من الإلكترونات. تعالى نشوف مع بعض. هنا بيقول لي دي ملاحظات مهمة عشان هتفيدنا في اللي جاي. طاقة الإلكترون بتزداد كلما ابتعد مستوى الطاقة عن الإيه؟ عن الذرة اللي عن الإيه؟ عن الإيه؟ النواة. عن الإيه؟ النواة اللي هو بيدور فيها. حيث أن طاقة الإلكترون تساوي طاقة المستوى اللي بيدور فيها. يعني إيه الكلام ده؟ طاقته بتزيد كل ما بيبعد عن النواة. طب ليه؟ لان طول ما هو قريب من النواه قلت لك موجبه الشحنه، وانا عندي الالكترون سالب الشحنه. ايه اللي بيحصل؟ النواه بتبدا انها تشد ليها. طب ليه؟ علشان الشحنات المختلفه بيبداوا ان هم ينجذبوا لبعض. فايه اللي بيحصل؟ النواه بتبدا تسحب الالكترون، فبيبدا ان هو مش بيبقى حر، مش بيبدا ما بيعرفش ياخد راحته، ما بيعرفش، بيحس انها خانقاه. فهي كل ما بيبتعد كل ما تزداد طاقه الالكترون بتاعته. طيب يملأ مستوى الطاقة الأول بالإلكترونات، ويتتابع ملء مستويات الطاقة الأعلى حسب عدد الإلكترونات في كل ذرة. مستوى الطاقة الخارجي لأي ذرة لا يحتوي على أكثر من 8 إلكترونات اللي أنا رسمتها لك في الأول. الفرق في الطاقة بين كل مستوى طاقة والمستوى الذي يليه يقل بالابتعاد عن النواة. زي ما قلت لك كل ما بنبعد عشان كده بيقربوا. ليه؟ الطاقة بتاعتي بتقل. الطاقة بتاعتي بتقل. تعالى بقى نشوف هنوزع الالكترونات دي ازاي. انا قلت لك ان اول مستوى بيشيل 2 والباقي بيشيل 8. بعد ما بشيل الكي 2 بعمل ايه؟ يتم الانتقال للمستوى اللي بعده اللي هو ال واشيله كام الكترون؟ 8. وبعدين ببدا انتقل اللي بعده واشيله 8 وهكذا. انت عليك في سنه اولى اول 4 مستويات دول بس اللي انت هتوزع فيهم، انما الباقي لما تكبر شويه. طيب هنا بيقول لي مستوى الطاقة الأخير في أي ذرة لا يحمل أكثر من 8 إلكترونات باستثناء المستوى K لا يحمل أكثر من 2. قلت لك K مستحيل، بيته صغير قوي، بيته ضيق عليه، مستحيل يشيل أكثر من 2. مستحيل يشيل أكثر من 2، إنما الباقي بيشيل 8 عادي جدا. طيب على فكرة قربت أخلص عشان المعلومات ما تبقاش قد كده عليك. انا عندي اول مستوى اللي هو كي. طيب الان بتاعته اللي هو رقم المستوى 1. عدد الالكترونات فيه كام؟ 2 الكترون. طيب انا عرفت منين؟ تعالى كده بعيدا عن ان انا حافظ. تعالى نطبق القانون. انا قلت لك القانون بتاعي 2n over 2. يعني 2 في رقم المستوى اس 2. قالتك بقى ومعايا، قالتك ومعايا لو سمحت. طيب انا عندي المستوى الاول هاخد الاتنين اضربها في الواحد اس 2 هيديني كام الكترون؟ 2. ماشي. عندي المستوى ال هو في المستوى التاني، هو المستوى التاني. هعمل ايه؟ هاخد الاتنين بتاعتي ماشي اللي هي الثابت بتاعت القانون، هضربها في الرقم المستوى بتاعي اللي هو الاتنين. حلو قوي. واوعى تنسى الاس، اوعى تنسى الاس. هيطلع لك كام الكترون؟ 8 الكترونات. طيب اللي بعده المستوى ام في المستوى الثالث. طيب هاخد الاتنين بتاعت القانون، هعمل ايه؟ هعوض مكان الان برقم المستوى اللي هو 3 اس 2. 3 اس 2 كام الكترون؟ 18 الكترون. طيب والمستوى الرابع وده اخر مستوى عندك انت لانك لسه صغنن. 2 في 4 اس 2. 2 في 4 اس 2 هيديني 32
الكترون. 32 الكترون. طيب هناخد شويه امثله ونقفل على كده. هنا بيقول لي اكتب التوزيع الالكتروني لما يلي. نيتروجين، الان ده نيتروجين عشان اللي ناسي، نيتروجين ان، تحت ده رقم اسمه 7 وفوق ده 14. انا بوزع انه رقم فيهم؟ بوزع الرقم اللي تحت، اسمه العدد الذري. طب اللي فوق ده يا ميس معلش اسمه ايه؟ اسمه العدد الكتلي. ده مش بوزعه، انا بوزع اللي ايه؟ اللي تحت. طيب تعال نشوف. انا هاخد اول حاجه السبعه اللي هو النيتروجين. هرسم النواه بتاعتي، هرسم النواه كده بتاعتي اهي، هي مرسومه قدامك. تعال اعملها لك. طيب تعال هعمل لك واحده. ادي النواه بتاعتي بتاعت النيتروجين اهو، النيتروجين. تمام. هكتب موجب 7 وموجب او سالب 7. طيب هوزع انا ايه؟ 2 اول مستوى اللي هو الكي. انا بوزع السبعه، بوزع السبعه. الكي قلنا بيشيل كام؟ 2. طيب كي ال، طيب هحط في كام؟ 8. استنى بس، انا معايا 7، هحط ازاي في مستوى واحد 8؟ 7 ناقص 2 هيبقى لي 5. هحط في المستوى الثاني كام؟ 5. تعال نشوف. يبقى انا عندي اهو 2 كي هيشيل 2 والال بتاعي هيشيل 5. هنا مش كاتبها لك، هنا راسمها لك وانا عملتها لك بالاثنين. 1 2 في الكي، 1 2 3 4 5 في ال. طيب بعدين هنعمل ايه؟ هناخد الصوديوم بتاعي ونوزعه. هنكتب موجب 11، موجب ايه؟ 11 وموجب او سالب 12. طيب انت ما لاحظتش حاجه؟ ان العدد الذري ده هو عدد البروتونات اللي هي الموجبه. طيب والعدد الكتلي، العدد الكتلي ايه هو العدد الكتلي؟ عدد النيترونات ناقص عدد البروتونات. هفهمها لك بعدين، بلاش دلوقتي، يعني الحصه الجايه. الحصه الجايه هدي لك القوانين بتاعتها احسن. المهم عايزاك تاخد بالك دلوقتي ان انا بوزع اللي تحت. بوزع اللي ايه؟ اللي تحت، اللي هو عدد البروتونات، عدد الايه؟ البروتونات الايه؟ الموجبه اللي هو ال11. طيب اول مستوى بتاعي الكي بتاعتي هتشيل 2. تمام؟ كي. طيب والال بتاعتي لسه معايا انا 11، ال بتاعتي هتشيل 8. والام بتاعتي هتشيل كام؟ هتشيل 1. ما انا 2 و8 10، اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 1. تعال نشوف على الرسمه. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 واخر مستوى في ايه؟ 1. ده كده الصوديوم. طيب هنا عندك ال20، هعمل ايه؟ اول مستوى 2، تاني مستوى 8، كده بقينا 10. بعدين لسه معانا تاني التالت مستوى هيشيل 8. المستوى اللي بعده 2 و8 10 و8 18، اتبقى لي 2. تمام؟ تمام. وخلينا نقف على كده النهارده علشان ما تحسش ان المعلومات كبست عليك. طبيعي تكون في حاجات كتير قوي جديده عليك، طبيعي تبقى في حاجات مسقطه منك، ولكن انا الحصه الجايه قبل ما اكمل باقي الدرس هنعمل مراجعه على حصه النهارده. فاتمنى تبقى الحصه انت فهمت منها على الاقل 70% بالكتير يا عم. اللي انت شايفه انت صح، فهمت منها 70%. طلعت منها على الاقل حافظ اسماء العلماء، بدات تاخد فكره عن المنهج. انا مش عايزاك تذاكر وتعصر نفسك من دلوقتي، عادي. تمام؟ المره الجايه باذن الله، الاسبوع اللي جاي هنكمل باقي الدرس وهنراجع على طول مراجعه سريعه على اللي ايه؟ على الدرس اللي قبله. اشوفكم على خير يا سنه اولى، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، كومنت للزوز، ولايك للفيديو. اشوفكم الحصه الجايه. باي باي.